صباح الخير سارة. يسعد صباحك سارة، شو الأخبار؟ يا زلمة كمان صباح الخير. صباحك يا سارة. أنا جاي مباشرة، يعني هيك لي يومين ثلاثة من سلطنة عمان، قضيت فيهم أيام مع الحكواتيين والحكايات، وجايبت لكم معي حكاية طازة من هونيك. عاوزين معاها موسيقى طازة عمانية يلا كمان. عمانية كمان يلا. بالتراث العماني هاي الحكاية سمعتها من عبد العزيز الراشدي وحاب أخبركم إياها من سلطنة عمان. وبالتراث العماني في كتير من السحر والأشياء الخيالية الجميلة. فكان في أب متزوج وعنده بنت، الأم توفت، البنت بقيت يتيمة، البي تزوج، اللي تزوجها عندها بنت، يعني صار عنده بنتين، بنت منه وبنت من مرته. هيدي الخالة مرت البي، يعني بتعرفي دايما الأساطير والحكايات بتفرجينا إياها إنه شريرة، ومسائبة بهالحكاية إنها شريرة، ما بتحبها كتير لبنت جوزها وبتضلها تعذب فيها وتقهر فيها. ليوم قالت لها بدك تروحي تجمعي الحطب، بس مش أي حطب، بدك تجمعي حطب لا أخضر ولا يابس، لا طويل ولا قصير، لا مطعوج أعوج ولا مستقيم، وإذا ما جبتيه هيك إلك قتلة. هالبنت يا حرام مسكينة صارت تبرم وتبرم تبرم بهالغابة، ما كانت تلاقي هالحطب، وين بدها تلاقي حطب بهالمواصفات الصعبة؟ صارت الدنيا رح تغرب ونهار رح يخلص وهي بالغابة لوحدها خايفة ترجع على البيت تاكل قتلة، وإذ بيطلع لها شاب حلو. بقول لها الشاب شو قصتك يا بنت؟ بتحكي له القصة، بقول لها طيب أنا رح جيب لك هالحطب بس بشرط، من بعد ما تجمع الحطب أنا رح أتحول وصير حية أفعى، ورح فوت بقلب الحطب، وبتاخدي أنت الحطب على بيتك، وإذا إجوا بدهم يقتلوني بدك تدافعي عني وتقولي ما تقتلوه بدي أتجوز. بنت ما عندها خيال، وافقت وجاب لها الحطب، بثانية تحول لحي وفات بقلب الحطب. حملت هالحطب وصلت فيهم على البيت. مرت البي ناطرة أغربت الدنيا، وبعدها ما رجعت أكيد ما رح ترجع. كانت الصدمة إنه رجعت ومع الحطب تماما مثل ما هي طلبت. كيف هيك؟ من وين جبتي هالحطب؟ قربت هيك على الحطب، وطت بدها تشوف شو في بقلب الحطب، بدها تتأكد إنه الحطب مزبوط. هي وعم تفتح الحطب تطلع الحية. حية جايبت لي بنتك حية بدها تقتلني، شفت إنها بتكرهني. نط البي، والبي كان لا بيهش ولا بينش. قال لها لا يا عمي طولي بالك. قالت له اقتلها للحية. قامت البنت هون قالت ما تقتلوا الحية بدي اتجوزه. كيف هيك؟ بيا بيقول لها شو بدك تتجوزي حية؟ قالت له بدي اتجوز حية. مرت البي لقيتها فرصة بلكي بتتخلص من بنت جوزها، قالت له ايه خليها تتجوز حية، خليها تتجوز حية. بين ايه ولا ايه ولا كلمة مرت البي بتمشي وبيجوزوها الحي. بتفوت هي وياه على الغرفة، وهن وبالغرفة بيسمع البي ومرت البي صوت البنت عم تصرخ وتقول اي يا ايدي. مرت البي تقول الدغوا زيد الدغوا زيد، والبي يقول ارحموا زيد ارحموا زيد. بعد شوي اي اجري. مرت البي تقول الدغوا زيد الدغوا زيد، والبي يقول ارحموا زيد ارحموا زيد. اي يا اذني. مرت البي تقول الدغوا زيد الدغوا زيد، والبي يقول ارحموا زيد ارحموا زيد. طلع النهار، مرت البي فتحت الباب الغرفة بدها تشوف، متوقعة تلاقيها مقتولة، وإذ بتلاقي البنت مصوغة بالذهب. مطرح ما كانوا مفكرين انه هو عم يلدغها كان عم بيشكها كلها بالذهب، ايدها وجهها شعرها دينيها جريها كلها ذهب. وقاعد حدا شاب كتير حلو. خوتت جنت،
راحت لعند البي وقالت له هلا بدك تجيب لي حيه افعى تاني جوزها لبنتي. يا عمي طولي بالك، مثل ما قلت لكم البي لا بهش ولا بنش. راح فتش 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 لا لقى لا افعى، حطها بالخرج وجابها. قال لها تفضلي. فوتت البنت على الغرفه مع هالافعى، وكل ما تسمع صوت صرخه من بنتها بإذنها تقول هي صوغوا زيد صوغوا زيد، والبي يقول ارحموا زيد ارحموا زيد. أي يا اجري صوغوا زيد صوغوا زيد، والبي يقول ارحموا زيد ارحموا زيد. أي يا ايدي صوغوا زيد صوغوا زيد، والبي يقول ارحموا زيد ارحموا زيد. طلع النهار وفتحت الباب. كانت المفاجأة انه لقت بنتها بالارض مقتوله. واول ما فتحت الباب كانت الافعى نطت ولدغتها بوجهها، وثواني وماتت مرت البي حد بنتها. هالحكايه من التراث خياليه بس بتحمل معاني كثيره. انه الانسان لما بيحب الخير لغيره الله بيبعث له الخير، والانسان لما بينوي الشر لغيره الله بيبعث له الشر. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. حلوة القصة، وحلو انه نتعرف سارة دائما على القصص التراثية اللي ربيوا عليها في دول مختلفة من وطننا العربي. في كل مكان عنده القصص كمان اللي بتتناسب مع ثقافاته ومع أجواءه واللي تربوا عليها. حلو انه تنقلي لنا اياها. شكرا جزيلا لك على هذه القصة الرائعة، وشكرا يزن على العزف المصاحب.